من أكثر المشاكل اللي تعاني منها بزاف نساء واللي هو الكلف ولا البقع ولا التصبغات ولا عدم توحد لون البشرة. مالغري تستعملي سيروم الفيتامين سي ولا استعملتي ماركة معينة وسبت لك أساسية ولا خرجت لك حبوب. أنا خبيرة تجميل وأخصائية تجميل بدون جراحة، وراح نعطيك نصائح وإرشادات ونقدم لك منتجات تعاونك للعناية بنفسك. من اكثر الفيديوهات اللي جاتني عليها تعاليق بزاف هو كاين ناس خرج عليهم هذا السيروم نتاع ميغ ناتور اللي سبق وشاركته معكم في الفيديو وعطاهم نتيجة اشراقة ونضارة وتفتيح، وكاين لي بعض الفئة اللي انتقدوا هذا الفيديو وقالوا لك باللي دار لنا حساسية وسبب لنا مشاكل. ومن هذا المنبر قررت نحوس لكم على منتج يكون فيه جودة ويناسب جميع أنواع البشرة ويكون فيه فعالية، بما أنه قناتي من أكثر القنوات اللي فيها صدق ومصداقية وأمانة، ومن تجربتي الشخصية للمنتجات قبل ما نشاركها معاكم جبت لكم هذا المنتج من عند غارني. هذا كوريكتور أنتي تاش، منتج يعطيك توحيد لون البشرة ويصحح جميع أنواع البقع، منها البقع اللي تعرض من أشعة الشمس، وكاين الخطوط الرفيعة ولا ليطاش من جراء تقدم السن في العمر، وكذلك يصحح جميع عيوب البشرة من مسامات واسعة، بقع، تصبغات، آثار الحبوب إلى آخره. من أكثر الكريمات اللي جربتها صراحة وعجبتني بزاف. هذا فيه كونسنتراسيون 5% من أسكوربيك أسيد، يعني الفيتامين سي واللي هو المركب العلمي أسكوربيك أسيد. بالنسبة لهذا المنتج السعر تاعه في متناول الجميع. راح نهضروا عليه شوية. هذا منتج أنتي أوكسيدون إي دي بيغمونتو، يصحح لون البشرة، عفوا يوحد لون البشرة ويصحح جميع البقع ولا ليطاش، الكلف، التصبغات، آثار الحبوب، بعض الندبات، بعض السيكاتريس، وكذلك يعطيك مضاد للأكسدة، يعني إذا كان عندك بهتان، شحوب، عدم توحد لون البشرة تاعك تبان تعبانة، هذا راح يعطيك نتيجة روعة من 4 أسابيع حتى ل 12 أسبوع، يعني راح تشوفي النتيجة في شهر، بعد شهر راح تبقى بالتدريج تشوفي باللي لون البشرة تاعك بدأ يتغير للأحسن. 4 أسابيع الأولى راح تشوفي باللي اللابو تاعك بيان إضغاطي وتوحدد. 8 أسابيع بعدها راح تشوفي لي طاش تاعك بداو ينقصوا، و12 اسبوع راح تشوفي باللي لي طاش الحجم تاعهم بدا ينقص. بالنسبه للاستعمال للعمر يعني اللاج، راح تستعمليه من سن 25 حتى سن 60 فما فوق، ولكن انا بالنسبه لي كاخصائيه ننصح به من سن 20 وروحي، لانه كاين بعض المراهقات ولا بعض الشابات ولا بعض البنات اللي عندهم بعض لي طاش من تعرض لأشعة الشمس، ننصح به لأنه ما يسببش حساسية، وكذلك يعطي نتيجة مرضية. هذا المنتج صالح لجميع أنواع البشرة، ولكن كاين نوع من البشرة ما ننصحش به، وهو اللي عندهم بشرة لاغوزاس، عندهم لاغوزاس، وكذلك اللي عندهم بشرة جد حساسة لاستعمال الأسكوربيك أسيد ولا المنتجات اللي تحتوي على جميع مشتقات الأسكوربيك أسيد. بالنسبة للتركيبة نتاع هذا المنتج دايما نشارك معكم التركيبة، ركزوا بزاف على التركيبة تاع المنتجات اللي تشروها للبشرة تاعكم. فيها الجليسيرين واللي هو ممتاز في ترطيب البشرة، وفيها المركب الثاني واللي هو أساس هذا الكريم هو الأسكوربيك أسيد، على بها يعطيكم نتيجة مرضية في 4 أسابيع. فيه ساليسيليك أسيد بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية واللي البشرة تاعهم فيها حبوب وآثار الحبوب، وكذلك عندهم
النقط السوداء لي بوان نوار. وكذلك فيه ساليسيلايت، فيه التركيبة الرائعة. وكذلك علاه ما ننصحش به أصحاب البشرة الحساسة لأنه يحتوي على كحول وعطر، على بها ما ننصحكمش به اللي عندهم بشرة حساسة ولا عندهم لاغوساز وعندهم بشرة جد 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 حساسة لمشتقات الفيتامين سي، الأسكوربيك أسيد ومشتقات الأسكوربيك أسيد. باقي البشرات الأخرى ننصحكم به بقوة، خاصة اللي عندهم بشرة جافة ننصحكم به، لأنه أنا البشرة تاعي جافة إلى العادية ونستعمله عادي، ولكن ديروا معاه ترطيب. يعني كي تستعملي هذا المنتج موراها كي تتشربه البشرة مباشرة ديري المرطب تاعك مع الفيتامين خاصة إذا كانت المرطبات تحتوي على الجليسيرين ولا فيها البيبانتين والبنتينول. هذا الكريم، هذا المنتج جاي على شكل سيرام كريم، يعني مزيج بين السيرام والكريم. راح نفتح معاكم العبوة تشوفوه من الداخل كيفاش داير. حجم العبوة ممتاز كبير. عجبني في هذا المنتج انه الانبوب عملي، راح تديري الكمية اللي تحتاجيها. هذه الكمية راح تكفيك دير لك كامل البشرة تاعك، كمية قليلة ولكن الفعالية تاعها ممتازة. اللي حبت تدير فقط على البقع، يعني ما تستعملهاش على كامل البشرة تاعها، نصحك ديريه فقط على ليطاش اللي عندك. بعدها كي تخفاف هذيك البقع وتتلاشى كملي ديري على كامل الفيزاج تاعك حتى تتحصلي على النتيجة ولا اللون ولا لي تان اللي راكي حاباته، يعني حتى توصلي للون اللي راكي باغياته ولا اللون الموحد، يولي لون البشره تاعك لون واحد. الانبوب تمسحوه بعد الاستعمال، ما تقربيش للبشره تاعك، حذاري كي تستعملوا السيرومات ولا هذه المنتجات من هذا النوع، خاصه منتجات الفيتامين سي والاسكوربيك اسيد. بعدوا اي سيروم بعدوه على البشره تاعكم، فقط قطروا يعني من مسافه 1 سنتيم هكا، راح تتجنبوا انه الانبوب يلامس البشره تاعكم، وتحافظوا على المنتج تاعكم مده طويله. راح تابليكي هذه الكميه على البشره تاعك كلها، وتخلي حتى البشره تاعك تتشربه، يعني تماسيه بيان حتى تشربه البشره تاعك، وبعدها راح ديري المرطب الخاص بيك. وكاين استعمال اخر، هذا المنتج ما تستعملوش فقط على البقع وليطاش والامبيرفكسيون، يعني عيوب البشره، كوريكتور تاع جميع العيوب تاع البشره، وانما كذلك تقدروا تستعملوه، وهذه هي المعجزه، تستعملوه للهالات السوداء. العبوه فيها 50 ملي، يعني حجم ممتاز، والكميه فيه بها بزاف، يعني تدلكم مده طويله مقارنه بالسعر. السعر تاعه يدير 75,000، راه متوفر في الكوسميتيك ولا عند لي فارماسي تلقوه، يعني راه متوفر. ما نقولكمش كامل لي كوسميتيك، ولكن حوسوا راح تلقوه في المنطقه اللي راكم متواجدين فيها ولا في منطقه اخرى. بالنسبه للاستعمال تاعه للهالات السوداء، راح تستعملوا كميه يعني على قد حبه الجلبانه، تحطوه على المنطقه نتاع لي كونتور نتاع لي زيو، وتماسيه يعني عن طريق تكنيك طابوتمون، يعني راح تطابي هذاك الكريم على عينيك بالطبطبه، يعني بالاصبع تاعك بالاصابع تاعك عفوا، ومشي بالمساج باش يدخل هذاك الكريم بسرعه للبشره تاعك، ولانه هذيك المنطقه بزاف رقيقه، يعني ما يليق لهاش تماسيها، ولق لها تكنيك معين، لانه هذيك البلاصه الجلد تاعها رقيق. وبعدها راح ديري الكريم هيدراتونت لهذيك المنطقه، لازم ترطبي كي تستعملي هذا الكريم تحت العينين، الكونتور ديزيو، الهالات السوداء ولا التصبغات اللي تجي تحت العينين من التعب والارهاق. بعدها لازم ترطبي، لانه الاسكوربيك اسيد ينشف هذيك المنطقه نوعا ما. دونك احنا راح نديرو عصفورين بحجر واحد،
راح نفتحو او ميم طون لازم ترطيب باش تحافظي على هذيك البشره تاعك مرطبه وما تسببلكش لي غيد. نصيحه لازم تدوها بعين الاعتبار، ماشي تستعملوه وتقولوا لي سبب لي جفاف وقشور وخطوط رفيعه. لازم ترطيب. هذا الكريم للتفتيح زائد كريم ترطيب راح يعطيك نتيجه ممتازه، وجربوه بالضمانه تاعي. من اكثر الكريمات اللي جربتها وعجبتني بزاف اللي عانوا من التصبغات والبقع، مصحح العيوب وليطاش، المسامات الواسعه، وكذلك آثار الحبوب والسيكاتريس، وكذلك يفتح جميع البقع، وتقدروا تستعملوه في اي منطقه عندكم فيها اسوداد، مثلا في الركب، في الاكواع، ولا في الرقبه بلي عندهم افراز الانسولين، يعني عندهم زياده الانسولين يسبب لهم نوع من الاسوداد في الرقبه نتاعهم. تقدروا تستعملوه، وكذلك تقدروا تستعملوه بين الفخذين لتفتيح المنطقه الحساسه مع الترطيب. لازم الترطيب، لانه هذا المنتجات اللي تحتوي على المقشرات ولا تحتوي على الاسكوربيك اسيد تنشف نوعا ما البشره. راح نروحوا لطريقة الاستعمال راح يكون كوتيديانمون، يعني يوميا تستعمليه. تقدي كذلك تستعمليه في الصباح لأنه يحتوي على لأنه هذا مرطب أو ميم طون ويصحح كوريكتور، يعني يصحح عيوب البشرة. وتقدي تستعمليه في المساء. راح نعطيكم روتين كامل متكامل بعد ما نلقى فعالية ولا تفاعل مع هذا الفيديو. راح نعطيكم روتين رائع لشهر رمضان باش تلاقي العيد اللي يشوفك راح يقول لك واش راكي ديري في الروتين تاعك ولا للبشره تاعك باش ولات بهذا اللون الموحد وتخلصتي من التصبغات والبقع. نتمنى تطلعوا هذا الفيديو، واذا كان فيه تفاعل بزاف راح نحط لكم روتين القنبله اللي فيه روتين متكامل بين منتجات ولا منتجين باش يعطيكم وتوصلوا للنتيجه اللي راكم تعوسوا لها وتتخلصوا من التصبغات والبقع وتتحصلوا على بشره صافيه تلمع واشراقه ونضاره قبل العيد إن شاء الله، وتلاقوا شهر رمضان بوجه مشرق وفيه نضارة وتفتيح كما راكم حابين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. نضرب لكم موعد جديد وفيديو جديد. سلام.